دراسة جدوى واقعية جدا لمشروع تربية 400 فرخة بياض لسنة 2026. بإذن الله دراسة الجدوى هتكون تقريبية جدا للمشروع من أرض الواقع. سعر الفراخ البياض النهاردة عمر 100 يوم، الفرخة بتتراوح من 250 ل 270 جنيه. وعشان المشروع ده يمشي معاك بالأرقام اللي احنا بنتكلم فيها يبقى لازم تطبق الشروط، تشتري فراخ عمر 100 يوم من مصدر كويس، والفراخ يكون وزنها مناسب للعمر عشان ما تتأخرش معاك في الإنتاج. سعر الفرخة 260 جنيه، يعني 400 فرخة هيعملوا 104 ألف جنيه. الفراخ دي هتستهلك معانا علف لحد ما يوصلوا لنسبة إنتاج كويسة وليكن 60% أو 70%. الفرخة هتستهلك 5 كيلو، سعر الكيلو عامل 17 جنيه. 400 فرخة هيستهلكوا علف ب34 ألف جنيه. بالنسبة للفراخ دي هتستهلك أدوية وتحصينات لحد ما تدخل معانا نسبة الإنتاج لمدة شهرين بمعدل 15 جنيه للفرخ الواحد أدوية وتحصينات، يعني 400 فرخ هيستهلكوا 6000 جنيه أدوية وتحصينات. بالنسبة لمصاريف استهلاك المية والكهرباء والنشارة والجير فدول هيكلفوك في الشهر الواحد 2000 جنيه. طبعا عدد 400 فرخة ما ينفعش تأجر لهم مكان ولا ينفع تجيب لهم عامل، لأن ده يعتبر مشروع صغير تربية بيتي، لأنك لو جبت عامل وأجرت مكان طبعا هامش الربح كله هيروح للعامل والإيجار. يبقى كده الفراخ صرفت معانا من عمر 100 يوم لحد ما دخلت في الإنتاج بنسبة كويسة 150 ألف جنيه. الفراخ دي بتنتج معانا 450 يوم، يعني 15 شهر. هتستهلك فيهم علف بمعدل 110 جرام للفرخ في اليوم. الفراخ دي هتستهلك معانا علف 400 على مدار الدورة كلها 337 ألف جنيه. طيب الفراخ دي بيبقى فيه نسبة نافق فيها، والإنتاج بينزل أوقات ل85% وأوقات ل80، وفي القمة بيوصل ل90 و95. فاحنا هنحسب الإنتاج على 80% عشان برضو بيبقى فيه فراخ وبيبقى فيه نافق. فاحنا هنقول النسبة على مدار 450 يوم اللي هم 15 شهر 80%، يعني الفرخة الواحدة هتجيب 360 بيضة، يعني 4800 طبق من 400 فرخة. واحنا عملنا حساب الفراخ اللي بتبقى نافق لما نزلنا نسبة الإنتاج ل80%. سعر طبق البيض النهاردة عامل 125 جنيه من المزرعة. هتبيع بيض في 15 شهر ب600 ألف جنيه، هنزود عليهم كمان 50 ألف جنيه هيبقوا مصاريف التشغيل زي مية وكهرباء وجير ونشارة وطباق بيض فاضية. هتلاقي إجمالي المصاريف طوال الدورة كلها 537 ألف جنيه. بكمان دول بسعر الفراخ اللي احنا كنا شارينهم عمر 100 يوم، هتلاقي كل المصاريف دي طلعت معاك 537 ألف جنيه، واحنا كنا بايعين بيض ب600 ألف جنيه. كده صافي الربح بتاعك 63 ألف جنيه على الأرقام اللي احنا قلناها. نسبة إنتاج 80% على مدار الدورة كاملة، وكمان سعر العلف اللي احنا قلنا عليه الكيلو عامل 17 جنيه، وكمان سعر طبق البيض اللي عامل 125 جنيه. هتيجي بقى تبيع الفراخ دي في آخر الإنتاج، وطبعا الفراخ دي بيبقى سعرها نازل جدا. الفرخة الواحدة ممكن تعمل معاك 60 جنيه أو 50 جنيه حسب البورصة. فهنقول بيع الفراخ هيعمل معاك 17500 جنيه. لو جينا بقى حطينا 17500 جنيه على 63 ألف اللي كانوا فارقين معانا من بيع البيض والتكلفة اللي احنا كنا صرفينها في الأول، فهتلاقي متوسط صافي الربح معاك 80 ألف جنيه. الأرقام دي ممكن تتغير معاك، ما هي ثابتة. لو انت نسبة الانتاج عندك كانت اعلى من كده وسعر طبق البيض كان اغلى من كده فهتلاقي الربح اغلى من كده. لو نسبة الانتاج عندك كانت اقل من كده وكمان سعر البيض اقل من كده فهتلاقي طبعا الربح اقل. لو عندك اصابات فيروسية اثرت على الانتاج والانتاج نزل عندك، وكان عندك مشاكل في الرعاية وعلف جودته وحشة، فهتلاقي برضو الربح معاك قل. لكن لو انت محافظ على الفراخ اللي عندك وكنت جايبها من مصدر موثوق، والفراخ دي واخدة تحصينات وحافظت عليها في فترة الانتاج واديتك نسبة اعلى من كده،
فالربح بتاعك هيكون اعلى. عشان في ناس بتقولك مفيش الارقام دي، انت ما تحكمش على المشروع من خلال تجربتك انت بس. في ناس تانية شغالة بطرق احدث منك وعندها امكانيات وعندها خبرة فبتحقق ربح. انت لو تجربتك كانت فاشلة ما تعممش تجربتك على الناس وتقول المشروع فاشل. فدي بعض الامور اللي احنا اتكلمنا فيها ودي اللي بتفرق. بالنسبة لو عايز تحجز فراخ بياض، عندنا فراخ بياض عمر 100 يوم، ولو عايز كتاكيت بياض عمر يوم عندنا كتاكيت بياض. ولو ناوي تبدأ في مشروع تربية الدواجن وعايز متابعة، متاح معانا برضو متابعة. ولو عندك فراخ بياض وعندك مشكلة أو عندك استفسار وعايز تستفسر، سيب تعليق وأنا هرد عليك إن شاء الله ونساعدك في حل المشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.